السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم الجاتو شاتو بس بطريقة جديدة وحلوة، وإن شاء الله هتعجبكم. وهتطلع معاكم كيكة هشة بكل المقادير وإن شاء الله ناجحة. عندنا المقادير بتاعتنا. هنجيب كوبايتين من الدقيق المنخول، ونجيب عليهم كوباية، كله بنفس المقادير، كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، ده بيبقى مضمون وبيبقى احسن في الجاتو الشاتو ده. هما بنجيبهم بنخلطهم على بعض. طبعا احنا نخلين الكاكاو ونخلين الدقيق نخلة واتنين عشان نضمن ان الكيكة هترفع معانا، وندخل فيهم الهواء لو في اي تكتلات ولا اي حاجة نشيلها. ونضيف عليهم نص معلقة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، والمعلقة من البيكنج صودا. والبيكنج باودر والبيكنج صودا دول بيضمنوا لنا رفع للكيكة. واتنين مج سكر بنحطهم عليها، وثلاث معالق من جوز الهند. طيب انا هنا بحب جوز الهند. جوز الهند اختياري، مش لازم ان انتوا تحطيه. وباكو فانيليا. وبتحطي معانا تلت مج زيت. وبتحطي معانا كوباية لبن. اللبن بيخلي طعم الحاجة حلو عامة يعني. واتنين بيضة. طيب احنا حطينا البيكنج صودا مع البيكنج باودر عشان احنا عاملينها ببيض قليل، فنضمن انها بإذن الله تبقى بجودة عالية. وهنحط معاها معلقة خل كبيرة. وبعد كده عشان نضربهم مع بعض هنجيب نص كوباية مية مايلة للسخونة، بس مش سخنة عشان ما تسويش البيض معانا، ونحطها عليهم ونضربهم في الخلاط. احنا نسينا هنا نحط معلقتين النشا، بس ملحوقة يعني ما فيش مشكلة. جبناهم وحطينا معلقتين النشا، برضو بتحافظ على جودة الكيكة انها تطلع عالية. وضربناهم في الخلاط على قد ايه، بالمضرب على قد ما قدرنا. وعشان نطعمها حطينا معاها معلقة سمنة او معلقة زبدة، ودي اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا. في الوقت ده كنا محضرين صينية مدهونة زبدة، والصينية دي بمقدار 24 26، الاتنين يبقوا حلوين. وبصي قوام الكيكة اللي انا عملتها هو ده القوام اللي انا عايزاه، لا سايلة ولا تقيلة. بتحطيها وبتديها ضربتين، يعني بتخبطيها خبطتين كده عشان يتساوى الوش معاكي كلها، وتبقى كلها مساحة واحدة وسطح واحد. وبعد كده بنكون مجهزين فرن على درجة حرارة 180، وبنبقى مسخنينها مسبقا. وبتقومي حطاها، وبعد كده في الرف الاوسط، وتديها يعني معاكي من نص ساعة على حسب برضو فرن كل واحد. وعند ما بتطلع بتسيبيها انها تبرد، وبعد ما بتبرد بتبدأي ان انتي تخرمي فيها. بتعملي فيها فتحات كده، طبعا احنا بننضف حواليها. بتبدأي تعملي فيها فتحات، الفتحات دي بتساعد لان احنا هنسقيها بلبن، بتدي لها طعم حلو. هنا هنبدأ نحضر معانا صوص الشوكولاتة اللي هيتحط على الكيكة. الصوص ده عبارة عن كوباية إلا ربع من الكاكاو، عليها نص كوباية من السكر، عليها 3 معالق من الزيت، 3 معالق من النشا. نمزجهم كلهم مع بعض ونرفع الخليط ده على النار. طبعا هنحط معاهم 3 كوبايات لبن. عندك لبن عادي حطي، عندك لبن بودرة مش هيخسر حاجة. تقلبيهم كلهم كده مع بعض وترفعيهم على النار، على نار هادية. تفضلي تقلبي فيهم لغاية ما يمتزج الخليط مع بعض. والخليط اول ما تلاقي ان الصوص بدأ يدفى تنزلي عليه بمعلقة زبدة. الزبدة هنا بتديله طعم حلو جدا.
وتقلبي فيه لغاية ما يبدأ يتخن معاكي. خلي بالك ان هو في الاول هيكتل، بس مع طول الضرب هتلاقي معاكي نتيجة حلوة جدا. بتطفي عليه وتخلي القوام شبه سايل، لان هو كل ماله بيتقل. اول ما يهدى نبدأ نحطه في التلاجة عشان خاطر يدينا التخانة ويهدى برضو من اللي فيه. في الحالة دي زي ما احنا قلنا كده، احنا بنخرم الكيكة اهو، وهنسقيها بمج من اللبن، وهننزل عليها بالصوص اللي احنا عملناه. طبعا جبنا الصوص ده، الصوص ده هيبقى في الاول مكتل معاكي نتيجة ان هو تخن زي ما احنا قلنا في التلاجة. ممكن ان انت تجيبيه وتقومي ضايفة عليه شوية لبن، تفك السمكة اللي فيه، حبة لبن صغيرين مش كتيرة، تفك السمكة اللي فيه، وبعد كده تقومي صباه على الكيكة. الصوص ده جديد وحلو وطعمه لذيذ جدا، وبيودي الكيكة اللي بالكاكاو دي في حتة تانية خالص. بيبقى جميل جدا. والسكر اللي احنا حطيناه هنا، فينا بعض الناس تقول ان هو كتير، لا هو مش كتير. ليه؟ لان انت معاكي كاكاو خام، مش معاكي كاكاو محلى، فهيعمل معادل طبيعي لطعم الكاكاو الخام. بصوا ادينا اهو ضفنا حبة لبن نتيجة ان احنا لقيناها سميكة شوية نتيجة لما قعدت. ضفنا لها حبة اللبن، وبعد كده بصوا نزلنا بالصوص. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنوزعه على الكيكة، وطبعا هندخلها التلاجة تستريح شوية، وبعد كده نقطعها ونقدمها. طبعا انا هنا دورت ما لقيتش عندي حاجة، بس لقيت عندي باكو بسكوت. قلت طيب هي فكرة حلوة يعني، البسكوت جميل. وقمت حاطة عليه معلقة كبيرة باكو بسكوت، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر وضربته، وقمت حليت زوقت بيه الوش. وفعلا بصراحة برضو كان طعمه حلو جدا جدا جدا. طبعا دخلت الكيكة التلاجة تجمد فيها نص ساعة، وبعد كده طلعتها قدمتها. بدأت ان انا اقطع فيها ما شاء الله البيكنج باودر والبيكنج صودا وثلاث معالق النشا مع الخل، محافظين على جودتها بشكل غير عادي، ومدينها بصراحة هشاشة وعلو وطراوة يعني جميلة جدا جدا جدا. وانت على قد ما تقدري تهدي الفرن، هيطول معاكي شوية بس هيديكي نتيجة جميلة جدا. بصوا وانا بقطعها ما شاء الله عليها، بصوا العلو بتاعها محافظ على العلو بتاعها بشكل غير عادي. والطعم بصراحة رائع رائع. بصوا انا بعرضها لكم اهي، بصوا العلو قد ايه بتاعها. هتعملوها بإذن الله وهتطلع في احسن وضعية واحسن علو بتاعها، وهتقولوا وجربوا وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ما شاء الله انا بدوقها والعيال ملمومين حواليا، بصراحة طعمها جميل. مستنيين هو اي حاجة فيها تصوير بيقعدوا كده يتلموا حواليا، بيستنوا انهم ايه ياكلوها كأنهم كلوها لأول مرة، مع ان انا بعملها على طول. طبعا بصوا ما شاء الله حلوة وهشة. انا بجربها لكم اهي. لا 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 جميلة رهيبة. يا ريت تجربوها، وانتظر تعليقاتكم ودعمكم ليا في القناة. والسلام.